ايه السر اللي بيخلي توست الحبة الكاملة الجاهز طري وهش ومش بيتفتت؟ السر كله في خطوة واحدة هقولها لك في الفيديو ده. يلا بينا نبدأ. بسم الله. هنجيب دقيق، كيلو 200 جرام دقيق حبة كاملة. هنحط عليه معلقة ملح، وهنحط 5 معالق سكر، معلقة بيكنج باودر، 3 معالق خميرة. السر هنا في محسن الجل، هنحط معلقة مليانة. هنقلب المكونات، نسيبها تندمج مع بعضها، وهننزل بمية فترة بتدريج. طبعا كمية المية بتبقى على حسب نوع الدقيق. في دقيق بياخد كمية مية لو قلتلك مثلا مقدارها، ممكن في دقيق ياخد زيادة شوية، ممكن دقيق ياخد أقل. فاحنا بننزل بالمية بالتدريج لحد ما العجينة توصل معانا انها بتكون بتلزق خفيف. والمدة بتاعة العجن بتكون من 10 دقايق لربع ساعة. فهنسيبها تتعجن كده في العجان، او لو مفيش عجان ممكن تعجنيها بايدك عادي، انتي وامكانياتك. يعني هنحتاج نعمل الحاجة، مش شرط يكون عندك عجان. هنشوف العجينة تكون بتلزق بسيط، هنشيل الكف بتاع العجان وهنحط الأداة بتاعة العجن. هنسيبها تتعجن لمدة 10 دقايق، وهننزل بمعلقتين زيت ونقلب العجينة تاني عشان بس ما تلزقش في الحلة او في الطبق لو بتعجني في طبق عادي. هنلف العجينة كويس وان هي تفصل خالص من الطبق، ونلمها وهنغطيها بكيس ترتاح 10 دقايق. يعني في الحر اللي احنا فيه ده من 10 دقايق لربع ساعة، مش هنسيبها تخمر. هناخد العجينة بتاعتنا على الرخامة تكون مدهونة زيت، وهنقطع العجينة على 4 قطع، بحيث ان كل قطعة تكون 300 جرام. يعني 300 جرام معايا في القالب بتاع التوست مقاس 25، بتكون مظبوطة حلوة قوي. فهنقسم العجينة بتكون بالتساوي، وهنفردها على الرخامة تكون برضو مدهونة زيت عشان ما تلزقش منك. هنفردها على شكل مستطيل. دي طريقة بعمل بيها. هنجيب الجنب اليمين على الجنب الشمال، هنطبقها ونلفها بالشكل ده، وهنعمل زي رول كده نلفها عشان تتماسك مع بعضها. وطبعا القالب بتاع التوست لازم يكون مدهون زيت. هنحطها في القالب وهنغطيها بكيس بحيث ان الوش ما ينشفش منك لحد ما تتخمر معاكي. وهفرد برضو بطريقة تانية هوريها لكم. الطريقة دي يعني انا بحبها عامة. بنفردها برضو بشكل مستطيل، بحيث ان لما نلفها تبقى مديانا الشكل بتاع رغيف التوست. هنلفها مستطيل وهنقعد نلف فيها وندوس كده، نقفل كل لفة نلفها ندوس عليها نقفلها. واخر جزء بنوصل ليه لازم نقفله كده كويس، نتأكد ان هو مقفول عشان ما يتفتحش معانا اثناء التخمير. هنحط في قوالب او في صينية ونحط لها فواصل. انا حطيت الفواصل ديت. طبعا بتتخمر، لما تتخمر بتدخل فرن على نار متوسطة. بعد ما بتخرج نديها بخاخة مية ونغطيها بالأكياس لحد بس دقيقتين 3 تكون هديت، ونقلبها من الصينية أو من القالب ونحطها على شبكة. ضروري تكون على شبكة عشان تبرد. وهنغطيها بأكياس وفوطة نضيفة، وما نقطعهوش إلا لما يبرد تماما. وبألف هنا وشفا.